شعار إخوان سنة وشيعة. طبعا هذا الشعار باطل، لأنه إن كانت أخوة الدين، يعني ما هو معنى إخوان سنة وشيعة؟ إذا كانت أخوة الدين فنحن دينيا لا نجتمع. أخوة التاريخ لهم تاريخهم ولهم تاريخنا ولنا تاريخنا. إن كانت أخوة يعني الطبائع والسلوك والنفسية والشخصية الواحدة فهذه أكبر كذبة. إن كانت أخوة السياسة فهذه كذبة أخرى واضحة جدا. لقد ابتلعوا كل الوزارات السيادية ما عدا المالية، ووزارة المالية يا أخواني أعطتها إيران للسنة. وزارة المالية أعطيت للسنة بتوقيع إيراني وبشروط، فهي بالنهاية هي وزارة اسمها سنية لكن هي بشروط إيرانية، وقاسم سليماني هو اللي وزع الوزارات. ومجلس النواب تعرفون يعني ما هو حجم العرب السنة فيه، فأي أخوة هذه؟ لكن الغريب يعني بعض الموجودين يقولون طيب احنا اخوان وكذا. طيب اخوان، دعونا نتفاهم يا اخواني. هل معنى الاخوان سنة وشيعة هل معناه نحن لا نريد بهم شرا ولا هم يريدون بنا شرا؟ طيب، لكن تبين يا اخواني ايها الجماهير يا سنة العراق يا اخواني، افتحوا عيونكم جيدا. تبين لنا بعد قبول من مثل المتظاهرين والمنتفضين، قبول وساطة التيار الصدري والجيش المهدي، وذهبت وفود جيش المهدي إلى المحافظات. تبين لنا أنه إخوان سنة وشيعة، يعني نحن إخوان حتى مع جيش المهدي وحتى مع التيار الصدري. طيب إذا كان هذا هو معنى إخوان سنة وشيعة، طيب أنتم تريدون حقوق من أين تأخذونها إذا كان قاتلكم؟ يعني هو هل هذه المسألة يعني هذا الموضوع هل يحتاج إلى دليل؟ أي سني أي شيعي أي إنسان بالعراق وحتى خارج العراق الآن يعرف أن الذي ذبح السنة هم جيش المهدي وهم التيار الصدري وعلى رأسه مقتدى، وكل هذه ألاعيب مقتدى هي تصب بالنهاية بذبح أهل السنة وتهميشهم وتهجيرهم. طيب إذا كانت الوساطة معناها أن يأتينا عدونا من أين نأخذ حقنا؟ من إذن هو عدونا ومن ظلمنا؟ إذا كان الوسيط هو أشر من ظلمنا وأشر من قتل أبناءنا ونساءنا واغتصبهم. إخواني شيئا من العقل، شيئا من الاتزان، لا تضيعوا حقوقكم. أنا معترض تماما على هذه الطلبات التي أنتم طرحتموها. إخواني لو كان عند إنسان كنز أيعقل أنه يضعه في قاصة أو خزينة ثم لا يقفلها، لا يحكم قفلها؟ هذه المطالب يا أخواني لا قيمة لها ما لم يكن هناك إقليم يحميها. ولذلك إخوانكم الكرد مطمئنون الآن. لماذا؟ لأن قاصتهم وخزينتهم لها قفل ومفتاحه بيد الكرد أنفسهم. هذه المطالب يا أخوان شوفوا شلون يلعبون بكم، شوفوا شلون يستهزئون بكم. وجاءوا بقردة لابسة عمايم ما أريد أسميها، وأنا يعني أشكر أهل سامراء حينما رفعوا صور هذه العمايم الخائبة وداسوها بأقدامهم. هؤلاء أعلنوا عن إطلاق سراح 11 امرأة. هي يعني مشكلتنا 11 امرأة يعني هي اثنين. إخواني هذه المطالب وين الدين؟ احنا ثرنا من أجل ماذا؟ أين الدين يا أخواني؟ أين حق الدين؟ أين حق الله؟ أنتم رب العالمين تقولون يا رب انصرنا، لكن هل أنتم ترجعون إلى شرعه؟ سؤال إخواني. نحن لا نريد أن نكون حماسيين وأنتم شجعان وأنتم أولاد حامورابي وأولاد سرجون الأكدي
وأولاد سعد بن أبي وقاص وخالد والقعقاع على عيني وعلى راسي، ما يخالف. لكن من الذي يدفع الثمن على الأرض؟ صاحب الخطاب أم اللي موجود على الأرض؟ إخواني نحن ناصحون لكم. أولا الله تعالى ما يشتغل عندنا ولا يشتغل عندكم. رب العالمين مو عامل أجير سبحانه يشتغل عندكم. من تريدون ينصركم، لكن من يريدكم الشرع ما تطبقوا الشرع. الله تعالى ما يشتغل عندكم. وأنا نبهت وقلت ما لنا غيرك يا الله، هذا معناه الله يشتغل عندنا. ما لنا غيرك يا الله من نصير علينا الشدة مثل المشركين اللي بالبحر يستغيثون برب العالمين. لكن من الأمور تنتهي ننهيها بالائتلاف الوطني مدري ايش اسمه اللي صنعته أمريكا وفرنسا. اخواني هذا توحيد ربوبية، ما فيه توحيد ألوهية والتجاء إليه وإلى شرعه. تعالوا اخواني، وين حصة رب العالمين؟ هذه حصتك، انت تريد الله ينصرك ويرفع الظلم عنك، هاي حصتك. ونحن معكم في هذا لأننا مع أنفسنا. لكن هل من شرع الله يا أخواني أن نسكت عن المناهج التي غيرت؟ وهذا أبسط شيء أعرضه. المناطق الشيعية الآن في السنية، مناطق السنية في طور التشييع، التشييع الجغرافي والتشييع الفكري والتشييع الثقافي والتشييع الاجتماعي والتشييع الاقتصادي وتشييع المناهج. أريد مطلب فيه حصة لرب العالمين، لدين رب العالمين. الدين لا يعني أن عمائم وجبهة تأتي إلى المنصة وتخطب. فأنا أوجه خطابي لإخواني أصحاب العمائم. إخواني أنتم الآن أمام مسؤولية أمام رب العالمين. ليس الدين معناه تأتون وتخطبون ويا رب انصرنا وأنتم الشجعان ونطالب بكذا وكذا، نطالب بكذا وكذا على شرع الله. وين المطلب اللي يمثل شرع الله؟ لحد اللحظة ما سمعت أحدا يقول المناهج الدراسية هذه غيرت لصالح الشيعة. اثنين، وين القفل والمفتاح اللي يكون بأيديكم حتى تحموا هذه المطالب حين تستحصلونها؟ أين الإقليم؟ لحد الآن سمعنا أصواتا ونحن نشكرها ونحييها في سامراء وفي بعض المناطق، أصوات لافتة رفعت وماتت أو في طورها موجودة، لا أقول ماتت لكن موجودة. أما المطالب لم نجد فيها شيء اسمه الإقليم. من دون إخواني إقليم ومن دون المطالبة بإزاحة وإزالة التشيع عن مناهجنا لا نرضى بالتشيع ولا بالتشييع، ما نرضى به في مناطقنا. فنحن لسنا مع الله، فكيف نريد من الله أن يكون معنا؟